بيبدأ فيلمنا اللي هو قصة حقيقية 100% في عام 1984، واحنا بنشوف أسرة جميلة مكونة من 4 أفراد، أب وأم وبنتين. والأب دون بيشكر في أكل مراته ويبدأ يتكلم مع بنته الكبيرة إيمي، لكن بنتهم الصغيرة سارة بتقوم فجأة من على العشاء. فدون بيقول لها رايحة فين اقعدي، فبتقول له إنها رايحة حفلة وإن أمها قالت لها تروح مفيش مشكلة، لكن دون بيتعصب ويرفض وبيقول لها يلا على أوضتك مفيش حفلات. بتروح أوضتها فعلا، لكن بيجي الليل وتخرج من البيت وبيكون صحابها كريس مستنيهم، بياخدها ويروح الحفلة. في نفس الوقت أمها بتخبط على باب أوضتها، لكن طبعا محدش بيرد عليها. فدون بيجي ويفتح الباب وبيكتشفوا إنها خرجت من شباك الأوضة. بتكمل سارة دنيتها الجميلة مع كريس اللي بيألف لها أغنية ليها هي، وهي حبت الأغنية دي قوي. بترجع سارة البيت تاني يوم الصبح وبيكون دون مستنيه وبيتخانقوا مع بعض، وهي بتقوله إنها أول ما توصل 18 سنة هتمشي وتسيب له البيت، وهو بيقول لها إنها مادامت لسه في بيته يبقى تلتزم بقواعده. وبتطلع وتدخل أوضتها. بتيجي أختها الكبيرة إيمي وتبدأ سارة تحكي لها إنها حبت ليلة امبارح أوي، وبتدخل عليهم أمهم وتقول لسارة إن دون قرر عقابها لمدة أسبوع بس. فبتقول لهم إنها هتمشي وتسيب البيت أول ما توصل 18 سنة. بيقولوا لها طيب وهتمشي تروحي فين؟ فبتبدأ تحكي لهم إنها عايزة تلف العالم وتشوف أماكن جديدة. في نفس الوقت ده دون واقف بره وسمعهم وبتضايق لما بيسمع أمها بتقول لها لفي العالم براحتك بس أهم حاجة تيجي تزوريني كل فترة. بينزل دون البدروم وبيكون متوتر ومتعصب من اللي سمعه، وبيفتكر إن في أوضة مخفية ورا المكتبة بتاعته. بيفتحها ويبدأ يفكر شوية. وتمر 3 شهور وسارة بتتخرج من التعليم الثانوي وبتقرب قوي على عيد ميلادها ال18. وفي يوم أم سارة بتطلع تشتري حاجات، بتلاقي سارة دون جاي يطلب مساعدتها في حاجة كده، وبيقول لها إنها تنقل معاه الصندوق ده للبدروم. بينزلوا البدروم وبيدخلوا الأوضة اللي ورا المكتبة وبتسأله سارة هي إيه الأوضة دي؟ فبيقول لها إن الأوضة دي عملها الملك السابق للبيت، مصنوعة من خرسانة عشان تحميه من الأنابل الحرب. بيحطوا الصندوق في آخر الأوضة ودون بيسألها إيه رأيك فيها؟ فبتقوله شكلها وحش. في نفس الوقت ده دون كان بيتسحب لورا بيطلع ويقفل الباب عليها. بيجي الليل وتبدأ أم سارة تقلق على بنتها وتقول إنها كلمت كل أصحابها ومحدش فيهم يعرف هي فين، وبتقول لدون إنها هتكلم البوليس. فبيقول لها ملوش لزوم، هتصحى بكرة تلاقيها في البيت كالعادة. اليوم التاني ولسه سارة في البدروم بتحاول تفتح الباب بالرقم السري، لكن مع المحاولة التالتة الكهرباء بتقطع وبتقطع معاها مروحة التهوية بتاعة المكان. اليوم الرابع سارة بتحس إن الباب بيتفتح فبتستخبى ورا عمود، وأول ما دون بيفتح الباب بتخبطه وتجري وتحاول تهرب، لكن بتكتشف إن في باب تاني عليه رقم سري برضه. ودون بيقول لها صرخي براحتك، المكان عازل للصوت. يمسكها يشدها من شعرها ويدخلها الأوضة ويقفل الباب ويقول لها ما تحاوليش تهربي لأنه بيغير الرقم السري كل يوم. بتسأله سارة انت ليه بتعمل فيا كده؟ فبيقول لها ان انت اللي اخترتي ده وان الكل فعل رد فعل، ومن دلوقتي انت مش هتتنفسي غير لما انا وافقه ان انت تتنفسي، ومش هتاكلي غير لما انا وافقه ان انت تاكلي. وبيمسكها دون بيخرج دون ويطلع فوق. في نفس الوقت ده بتكون مراته طلبت البوليس علشان يشوفوا بنتها فين، لكن دون بيقول للظابط ان في شويه هدوم وشنطه سفر لساره مش موجوده، وبيقول لمراته قولي له على الخطه بتاعتها انها كانت عايزه اول ما تكمل 18 سنه تهرب وتلف العالم. الظابط بيقتنع بكلام دون وبيقول للأم إن غالبا سارة هترن عليكي في يوم من الأيام. اليوم اللي بعده بيجي كريس لبيت سارة علشان يسأل عليها وكان جايب لها هدية، وساعتها دون بيقول له إيه ده أنت ما تعرفش حوار ستيف ولا إيه؟ فبيقول له ستيف مين؟ فدون بيقول له إن ستيف ده صاحب سارة من زمان وهي كانت دايما بتقول إنها هتهرب معاه في يوم من الأيام. فكريس بيتصدم ومش بيصدق، لكن دون بيقنعه إنها هربت مع ستيف وهم حاليا في فلوريدا. فكريس بياخد نفسه ويمشي. في اليوم ال21 لسارة في البدروم بينزل دون وهو معاه تورته صغيرة وبيقول لها ونظرات النصر في عينه النهارده يوم عيد ميلادك ال18، لكن هي مش بترد عليه. فبيقول لها انه مش مضطر يكون كويس معاها. فبتطفي الشمعة ودون بيديها هدية عيد ميلادها قميص نوم أحمر وبيطلب منها تلبسه، وبيقول لها نفسك في ايه بمناسبة عيد ميلادك؟ فبتقول له نفسي اطلع من هنا. فدون بيقول لها شوفي حاجة غير دي. فسارة بتفكر شوية وتقول له انها عايزة ساعة علشان تعرف الوقت. فدون بيرد عليها بتحكم شديد ماشي، بس لازم تعرفي ان من النهارده علشان يجيب لك اي حاجه انت نفسك فيها لازم تعملي لي في المقابل حاجه انا نفسي فيها برضه، يعني الدنيا اخد وعطا. بيقفل المشهد على كده وبنلاقي تاني يوم الساعه متعلقه على الحيطه. اليوم ال38 ساره جات لها فكره خطيره، قررت تعمل سلاح بغطا علبه تونه واستنت دون ينزل لها، واول ما قرب منها حاولت تقتله، لكن هو اخذ السلاح وضربها جامد وعنفها. وعقابا ليها بتمر الأيام لحد ما توصل سنة وبنشوف سارة لسه في البدروم وحامل،
لكن وهي بتنظف بينزل منها ماء الولادة. بتفتح سارة الكتاب الخاص بتعليمات الولادة والحمل وتبدأ تطبق التعليمات الموجودة فيه لحد ما تولد الطفلة، وتقرر إنها هتسميها ماري. بينزل دون ويقول لها بمنتهى البرود: مبروك، الطفلة دي هتديكي هدف وغاية عشان تعيشي. وتمر 4 سنين وبنشوف ماري كبرت وسارة حامل في طفل تاني. وفي يوم سارة بتطلب من دون إنه يسيبها تطلع خلاص هي وبنتها، لكن دون بيتعصب ويطلع ويسيبهم. بيطلع فوق لكن بيلاقي مراته بتقوله إنها عايزة فلوس علشان تجيب محقق خاص يدور على بنتها سارة، لكن دون بيرفض كالعادة. في عيد الميلاد بينزل دون ويجيب لماري وسارة تلفزيون. سنة 1991 العام السابع على سارة في البدروم، ونشوف ماري تعبانة جدا ودون بينزل ويجيب لها دواء، لكن سارة بتقوله الدواء ده للكبار مش للأطفال، مش هينفع مع ماري. فبيقول لها بلا مبالاة: مش مشكلتي، اديها نص الجرعة. بتمر الأيام وفي يوم كريس بيقابل إيمي وبيسألها ايه أخبار سارة وستيف صاحبها. فبتقوله ستيف مين؟ فبيقول لها أبوكي قال لي إنها هربت مع واحد اسمه ستيف. فإيمي بترد عليه وتقوله مفيش حد اسمه ستيف، وبتتكلم معاه إنها خايفة أحسن يكون أبوها عمل حاجة في سارة. بتروح إيمي وأمها يواجهوا لهم بالكلام ده وبيسألوه هو ليه كذب على كريس. فبيقول لهم ايه فيها لما كذب على عيل كان عايز يلعب ببنتنا. ومراته بتقوله إنها عايزة فلوس علشان تجيب محقق خاص. دون بيرفض كالعادة وهي بتتعصب وبيتخانقوا مع بعض، لكن إيمي بتستغل الخناقة دي وبتسرق مفتاح البدروم. وبالفعل بتنزل البدروم لكن مش بتلاقي حاجة تحت، ودون بينزل وراها ويزعق لها ويخليها تطلع فوق. في نفس الوقت ده سارة بتكون بتولد الطفل التالت. دون بينزل لها وسارة بتطلب منه إن ياخد الطفل ده لفوق. فبيقول لها ايه الوحشة دي، في عايزة تتخلى عن طفلها كده. فبتقول له إن مفيش مكان هنا غير الطفلين، وإني مش هلاقي وقت أهتم بيك لو الطفل ده فضل موجود. تاني يوم سارة بتفتح باب البيت فبتلاقي الطفل في ثبت ورسالة من سارة مكتوب فيها إنها عايشة مع صاحبها وإن ده ابنها بس هما مش معاهم فلوس علشان يربوه حاليا، فخليه عندك لحد ما ارجع. وطبعا دون هو اللي كان كاتب الرسالة دي لأن رسالة سارة نفسها كانت حطاها في الثبت تحت الكتف، لكن للأسف أمها مش بتلاحظ الورقة، لكن اللي بيشوفها دون فتحها وقرا المكتوب فيها: يحقيني يا أمي، بابا حبسني في البدروم. بينزل دون وبيواجه سارة بالرسالة وبيقول لها إنها مش هتقدر تهرب من هنا، وبيخليها تلبس قميص النوم الأحمر. سنة 1998 العام ال14 لسارة في البدروم، بنشوف إن ماري ومايكل كبروا. وفي يوم ماري كانت بتحط مكياج في وشها وسارة لاحظت إن دون ابتدى يعجب بيها، فسحبت ماري ونبهت على دون إنه يبعد عنها ومنفكرش في الموضوع ده نهائي. فدون بيطلع ويقطع عليهم الكهرباء. سنة 2001 لعام ال17 لسارة في البدروم، في يوم كان في مطرة كتير، ابتدت حتة في السقف تشقق وتنزل نقط مية. فطلعت سارة تبص عليها وجابت ملعقة واكتشفت إنها ممكن تحفر فيها. بتبدأ تحفر فعلا لحد ما بتشوف شبكة صرف للشارع، بتدخل إيديها وتنور الكشاف، ووقتها بيكون في شخص في الشارع معدي وبيلاحظ النور ده. بيخبط على باب البيت لكن للأسف بيطلع له دون، والراجل بيقول لدون في نور طالع من الجنينة عندك كأن في حد بيطلب مساعدة. فدون بيقول له لا، مفيش الكلام ده، انت بيتهيألك. وفعلا الراجل بيمشي ودون بينزل لسارة ويمسكها يضربها ضرب عنيف بالرغم من انها حامل ويطلع ويسيبهم. وساعتها سارة بتبدأ تنزف من بطنها وبتحاول تولد، لكن للأسف الطفل بينزل ميت. بينزل دون ويلاقي سارة حاطه الطفل الميت على الترابيزة، ياخده ويطلع بيه فوق ويدفنه في الجنينة. سنة 2002 العام 18 لسارة في البدروم، في يوم من الأيام دون بينزل لهم وسارة بتكون مرهقة جدا، فبيقول لها تعدل وشها وبيهددها إنه لو اتضايق مش هينزل لهم هنا تاني، هيسيبهم يموتوا من الجوع. ويبدأ الأولاد إنهم يعملوا حملة تمرد ويقولوا لدون إنهم عايزين يطلعوا فوق، لكن دون بيقول لهم أمكم لو بأحسن التصرف هتطلعوا فوق، وبيطلع ويسيبهم. الأولاد بيتخانقوا مع سارة وبيتهموها إنها السبب إنهم محبوسين هنا، لكن سارة ما بتستحملش الكلام ده، بتتعصب وتنهار على الأرض وتبكي. لكن أولادها بيظبطوا المكان وبيقعدوا معاها ويعتذروا لها، وهي كمان بتعتذر لهم إنها لو كانت سكتت وما عملتش مشاكل ما كانش ده هيبقى حلهم. وبتصرحهم بالحقيقة إن دون ده مش جوزها، ده أبوها زي ما هو أبوهم، وإن هو حبسها هنا لأن تصرفاتها ما كانتش عاجباه. طبعا الأولاد بيتصدموا من الكلام ده. سنة 2003 لعام 19 لسارة في البدروم، دون بيبدأ يقلل كمية الأكل والمواد وسارة بتتخانق معاه بسبب الموضوع ده، فبيزعق فيها. ومايكل ابنها بيتعصب لأنه بيعامل سارة وحش وبيتخانق مع دون، فبيطلع ويسيبهم ويقفل عليهم الكهرباء. بتمر الأيام ودون بيمشوه من الشغل والمصاريف بتكتر عليه لدرجة إنه بيجيله تحذير عن طرده من الملكية.
وكان بيفكر يتخلص من سارة والأولاد. وصل بيه الحال إنه وصل خرطوم طالع من شكمان العربية وفتحة التهوية بتاعة البدروم، كان عايز يموتهم مخنوقين. لكن في آخر لحظة بيدخل توماس ابن سارة الثالث الجراج علشان يتكلم مع دون، ودون بيفصل العربية وبيشيل الفكرة دي من دماغه. سنة 2008 العام 24 والأخير لسارة في البدروم، ماري بتجيلها نوبة ربو جديدة، ينزل لهم دون، وسارة بتتوسل إليه إن ماري لازم تروح المستشفى، لو ما راحتش المستشفى هتموت. وبعد توسل شديد وافق إنه ياخدها المستشفى، لكن بيقول لها هسيب مايكل هنا وهقطع الكهرباء والتهوية علشان لو فكرت تعمل أي حاجة غلط مايكل هيموت مخنوق. بياخد دون سارة وماري ويطلعوا فوق، وسارة عينيها بتقع على بيتهم لأول مرة من 24 سنة، وبتحس بشعور غريب. بيروحوا المستشفى والدكاترة بينقذوا ماري في آخر اللحظات، بيقعدوا وتيجي دكتورة تبدأ تستفسر لو ماري كانت بتتعالج من الربو قبل كده. لكن بتلاحظ الدكتورة إن سارة مشتتة وبتحس إن في حاجة مش مظبوطة. تطلب سارة من دون إنها تروح الحمام، لكن دون بيرفض. فبتكب كوباية المية على الاستمارة اللي المفروض دون يملاها، فدون بيقوم يروح للريسبشن علشان يغير الاستمارة. سارة بتستجمع آخر شوية قوة عندها وبتقوم تمشي في الطرقة علشان تكلم الدكتورة، لكن دون بيلاحظها وبيمشي وراها. بتسرع خطواتها وهو وراها بينادي عليها لحد ما بتوصل للدكتورة اللي بتترمي في حضنها وتطلب منها مساعدة. وأخيرا شوية من الحظ لسارة، بيكون في ضابط بوليس بيجري ورا دون ويمسكه. بتفوق ماري في المستشفى وبنشوف دون هو بيتقبض عليه، ومايكل بينقذوه من البدروم قبل ما يموت. وبنشوف صدمة سارة لما بتكتشف إن بنتها اللي بتدور عليها ليها 24 سنة كانت تحت منها بمسافة 3 متر. ولكن الجانب شبه مشرق في القصة دي إن كريس بيجي لسارة وبيطلعوا مع بعض وبيديها الخوذة البامبي اللي كان وعدها بيها من 24 سنة. وكده في عام 2008 بنكتشف قصة من أبشع قصص على مر التاريخ، ويفوز دون بلقب أقذر أب في التاريخ.